بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عيد حلول الروح القدس من الأعياد المهمة جدا في الكنيسة القبطية. هقرأ لكم الإنجيل اللي اتقرأ في العشية، هم كلهم بيكملوا بعض، بس عايز أقرأ لكم الحتة دي من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير الإصحاح 7 عدد 37. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: الذي هو عطشان فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قالت الكتب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن الرب يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا كلامه قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، وآخرون قالوا هذا هو المسيح، وقالوا آخرون لعل المسيح من الجليل يأتي. والمجد لله دائما أبديا. في اليوم الأخير العظيم ده كان عند اليهود عيد الخمسين، يفتكروا فيه الأيام اللي قضوها في البرية، 40 سنة اللي قضوها في البرية، وكانوا يفتكروا الصخرة اللي لما عيشوا في الصحراء موسى خبط الصحراء فخرجت ماء عذب في وسط الصحراء. وكانوا يجيبوا كده قدرة من الفضة رفيعة قوي، ويجي رئيس الكهنة عامل زي الصخرة يخبطها فتنفتح والمية تجري على المذبح، عشان يفتكروا موسى والصخرة. فجي في الوقت ده اللي هم بينتظروا فيه التمثيلية دي زي تمثيلية القيامة اللي بنعملها عشان يفتكروا إيفنت معين، المسيح قال لهم إيه؟ إن أراد أحد أن يشرب فليقبل إلي. فكله بص كده، أنتوا عارفين زي البازل لما تبتدي تتفك، لأن بولس يقول لنا بعد كده هو إن الصخرة دي كانت مين؟ كانت المسيح اللي في وسط الصحراء اللي ما فيش فيها غير مية ملحة ومية راكدة. يجي المسيح ويقول إن عطش أحد فليقبل إلي. هو اللي قال للسامرية لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك لكنت طلبت منه إيه؟ ماء حيا. فالروح القدس هو المية. قولوا لي أنتوا إحساسكم إيه لما نكون مفيش مية؟ إحساس إيه لما الواحد يكون عطشان ملخبط ومصدع وتعبان ومحتار ويتمنى مية حلوة يشربها ترويه؟ الروح كده، روح الإنسان من غير الروح القدس فعطش شديد جدا، زي ما داود يقول كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا رب. الأيائل دي تسافر وتجري مسافات عشان تدور على المية. المشكلة إن احنا كل ما بنعطش للروح القدس بنشرب حاجة تانية. يعني كل ما واحد فينا يلاقي عنده احتياج، يلاقي نفسه محتارة ونفسه قلقانة، بدل ما يطلب الروح القدس بيطلب نوع تاني من الماء اللي المسيح قال عليها للمرأة السامرية الذي يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. يعني المية بتاعت المسيح يقول اللي هيشرب منها هيجري من بطنه أنهار ماء حي. إزاي؟ أقول لكم أهو، شوفوا الناس اللي قبلت المسيح. يعني المرأة السامرية أخذت الماء الحي من المسيح وهي إنسانة خاطية بكل المقاييس. إيه اللي حصل لها؟ يعني إيه اللي يجي في ذهنها إنها تدخل بلد تنادي بالمسيح تعالوا وانظروا لعله المسيح، وتؤمن البلد كلها بحال؟ أهي فاضت منها أنهار ماء حي. إيه اللي حصل للمولود أعمى؟
يقول لهم ما أعرفش، لكن أعرف شيئا واحدا، كنت أعمى. ويشهد قدام الناس كلها. إيه اللي يخلي بولس الرسول يروح بعد ما كان بيضطهد الكنيسة يروح يبشر ويتعرض لضيقات وآلام؟ إيه اللي يخلي الأنبا أنطونيوس يدي كل أمواله للفقراء؟ إيه اللي يخلي القديسة دميانة تتنازل عن المجد وتموت من أجل المسيح؟ إيه الشبع ده؟ وفي ناس مصرة تروح تاني لنفس المية وتشرب منها وتعطش. أنا مشكلتي إن أصلي ما فيش صديق في حياتي. نجرب الأصدقاء والأصدقاء يتعبون، نروح نجربهم تاني. أنا محتاج لحب وتعبت، والإنسان اللي بحبه تعبني. طب هتروح تجرب تاني؟ هتجري ورا كام حاجة لغاية لما تكتشف إنها كلها أبار مشققة لا تعطي ماء. يعني كام مرة ممكن الإنسان يقع في نفس الحفرة ويروح لها تاني؟ تستغربوش، إحنا بنعمل كده، إحنا كلنا بنعمل كده. بنتوقع إن إحنا ناخد حاجات من حد ما عندوش، مستنيين إن إحنا ناخد حاجات من ناس ما عندهاش، أو ناخد سلام من العالم والعالم ما بيديش سلام، أو محتاجين غنى ناخد الغنى بتاع العالم ونلاقي نفسنا فقراء. يعني ممكن واحد يبقى غني جدا يقول لك أنا وحيد جدا، أنا حاسس إن لوحدي جدا، حاسس إن أنا تعيس جدا. طب هتعمل إيه؟ هعمل مشاريع تاني وهعمل حاجات تاني وأكبر البيت وأصغر البيت ووسعه من اليمين وطلعه من الشمال. ونقعد كل سنتين 3 نقعد نعمل إيه؟ بندور على أي حاجة نعملها عشان خاطر نبقى satisfied، لكن we are not satisfied. لأن مفيش حاجة ممكن تدي satisfaction إلا الروح القدس. ولكن الماء الذي أنا أعطيه يصير ينبوع ماء حي. أنتوا تخيلوا لو كنا إحنا فعلا بناخد الروح القدس دي وبتفيض. واضح إن إحنا لسه ما بنفضش. ليه؟ فين الناس كلهم اللي حوالينا تأثروا بينا قد إيه؟ هم بيجوا المعرض ياكلوا ويشربوا، تأثروا بالأكل بتاعنا، لكن حد فيهم متأثر بالروح القدس اللي فينا؟ no. لأن إحنا نفسنا ما شربناش، لأن إحنا نفسنا ما ترويناش. اطلب الروح القدس. الروح القدس بيتصلى له: أيها الروح القدس المعزي مالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. معطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا. اطلب الروح القدس. الروح القدس يدخل جواك يغسل، يقول يذكركم بكل ما قلته لكم. يعني كل ما تيجي تعمل حاجة يقول لك لا المسيح قال كده، المسيح قال كده. إن سمعت صوته هتحبه وتسمع صوته أعلى وأعلى كل مرة وتمشي تتكلم معاه. وإن قفلت معاه يبقى صوته المرة الجاية أقل والمرة اللي جاية أقل، وبعدين تسمعه بشويش قوي، وبعدين تبذل مجهود إنك ترجع تسمع الصوت اللي أنت فقدته عشان ترجع تسمعه تاني. عشان كده بولس يقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح. الروح القدس هو الصوت اللي بيجي لك بيقول لك صلي. الروح القدس هو الصوت اللي بيقول لك اغفر لأنه بيفكرك بكلام المسيح. الروح القدس هو الصوت اللي بيقول لك حب ودي، اللي يقول لك كده غلط ما تعملش كده انت هتتأذي. اطلب الروح القدس، لأن تعزية الروح القدس مفيش بديل عنها. الروح القدس يملاك وابتدي يطلع منك المواهب اللي ربنا حاططها فيك. إن كان صوتك حلو يخليك ترتل، وإن كان كلمتك حلوة يخليك تتكلم،
يشوف ايه موهبتك ويبتدي يطلعها للعالم كله، والناس ترجع تقول هي المرأة دي هي اللي كانت بتروح تشرب من البير، يقولوا أيوة هي دي مبشرة. كناش نعرف عنها انها بتبشر، وكناش نعرف ان المولود اعمى ده عنده منطق، ده شحات واقف قدام الهيكل كل يوم يحط ايده كده ومستني حد يحط له حاجه فيها، يقف قدام كهنه ورؤساء كهنه ويجادلهم. احنا كده كل واحد فينا جواه حاجات كتيره قوي، لكن لغايه دلوقتي احنا منعين الروح القدس عنها. واحنا بنحتفل بعيد الروح القدس، اطلب منكم ان النهارده واحنا بنصلي كل واحد فينا يطلب من ربنا ان الروح القدس يحل فيه، يملاه. يطلب من ربنا ان تعزيته تكون الروح القدس، ما تكونش اي حاجه تانية. يا رب املاني من روحك، عزيني بروحك. نجرب شيء مختلف. مش ممكن كل مرة نروح لنفس المصدر ونتوقع نتيجة مختلفة، مش كده؟ مش المنطق بيقول كده والمثل بيقول كده؟ لو عملت نفس الشيء بنفس الطريقة ما تتوقعش نتيجة مختلفة، مش كده؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ نعمل حاجة تانية، نطلب من ربنا الروح القدس ونشوف اللي الروح القدس ممكن يديهولنا شكله ايه. ده بطرس في وعظة واحدة لما اتكلم بعد الروح القدس يقول ايه؟ فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. وآمن في اليوم ده كم واحد؟ انا عايز اقول لكم الوعظة بتاعت بطرس لو قريتوها من ابسط ما يكون، ما فيش فيها اي حاجة. امال احنا طول النهار مشغلين وعظات وما فيش حاجة بتحصل ليه؟ فيش روح. عايز تبتدي؟ اقول لك حاجة، اول لما تسمع صوت ربنا بيقول لك حاجة قول له حاضر. اوكي؟ يعني انت ماشي كده لقيت حد محتاج الروح القدس قال لك ما تساعد فلان، ساعده. جيت تنام النهارده بالليل سمعت صوت ربنا بيقول لك صلي، اعمل ايه؟ هتبص تلاقي تاني يوم صوته واضح اعلى واعلى، وبعد كده هتلاقي نفسك مبسوط قوي، ده ربنا بيتكلم معايا، مش كده؟ احنا نقرا في الانجيل يقول لك ان ربنا قال له، ربنا ايه ربنا قال له دي؟ ما بيقوليش انا ليه؟ انت مش مديله فرصه يقول لك. اسمع صوته واستجيب، هتلاقي صوته اعلى واعلى واعلى، وتبتدي تتكلم معاه ويبتدي يتكلم معاك ويبتدي يقود حياتك، تبقى حياتك منقاده بالروح. ربنا يدينا ان احنا ندوق تعزيات الروح القدس وان احنا نتملي بيها ونعيش فيها. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. بعد ما